بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم خواتاتي في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم. وصفة اليوم رايحة تعجبكم بزاف بزاف. جبت لكم وصفة ولا أروع. جبت لكم طاجين الزيتون بالرولي. صدقوني صدقوني يجي بزاف بنين، قمة في البنة وفي الذوق وفي الشكل. نتمنى تجربوا هذه الوصفة. وقبل ما نبداو الوصفة تاعنا خلوا لي جيم واشتراك وتعليق باه يوصلوكم كل الوصفات اللي نحطهم ويوصلوكم الاشعارات. الوصفة كما قلت لكم تاع اليوم يديروها خاصة في شهر رمضان، ورانا نشوفوها بزاف يديروها في الاعراس المناسبات. يعني وصفة بنينة تشهي. هنايا كما راكم تشوفوا وريت لكم التحضيرات الاوليه كي بديتها معكم، وريت لكم الروليات هادو كيفاش نديروهم. دوك نفوتوا للوصفه نوريكم يعني كل شيء مفصل. يعني هذه الوصفه هايله وبنينه، والشكل تاعها الذوق كذلك. يعني المجهود ما تديلكش مجهود بزاف. كما نعرفوا دائما في شهر رمضان المبارك نبغوا نجيبوا حاجة يعني ماشي كما دائما غير على المعتاد، ننوعوا في أطباقنا. كل يوم نديروا وصفة مخالفة للوصفات السابقة حتى نردوا كامل الأذواق. ومعذرة على الخلفية، والله راني ما نقولكمش كي نبغي نصور وندير اللايف يسخن عليهم الحال، تنوض الهضره ينوض الحس. الله يجيب الخير وخلاص. نبداو الوصفه تاعنا. اذا شا نديرو في الاول؟ نجيبوا واحد رطل تاع زيتون. هنا غسلته مليح، شليته خليته في الماء، من بعد عاود غسلته ودرته في الماء في كسرونه، درت له مغرف سكر ومغرف فرينه وخليته يغلي. ونروح هنايا انا هنا درت داند اشي. تقدري ديري الدجاج، انا كل خطره باش نديرو كان عندي هنايا داند اشي، زدته مع البصل الثوم وزدت له شويه زيتون من هذاك اللي غلا كي راح له الملح ورحت له هذيك المروريه، قطعته شويه وزدته هنايا مع الداند اشي. زدت 2 مغارف خبز مرحي لا شابلور، وهنايا زدت شويه راس الحانوت. نبداو هنا بلي زيبيش. درت شويه راس الحانوت، رشيت شويه قزبر قزبر مطحون، قزبر حب، درت رشه كركم. واش زدت هنايا؟ زدت زنجبيل سكنجبير ثاني رشه خفيفه. لا عندك توابل الشاورما ضيفيهم. زدت هنايا مغرف صغيره لا موتار. ونما نبلع الاشوار تاعي ونطحن كلش مع بعض. قلت لكم اني درت البصل والثوم ونزيد شويه زيت والملح. نزيد واحد نص مغرف صغيره ملح، واحد 2 مغارف زيت، يعني ما صورتش هذه الخطوه. ونطحن كل شيء مع بعض. قلت لكم درت البصل الثوم المعدنوس لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم، راس الحانوت كركم سكنجبير مغرف صغيره لا موتارد، درت لا شابلور 2 مغارف كبار. هذه هي. نطحن كل شيء، نميكسي كل شيء يتخلط مع بعض، نطحن مع بعض ونبداو نخدموا في الروليات تاعنا. درت انا هذا ورق الزبده، حطيت قطعه منه، درت كما راكم تشوفوا فرشت كامل هذاك داند اشي اللي مداوي بالقرايص وكل شيء. وندير في الحاشيه الفرماج الرولي تاعي. طريقه سهله جدا كما راكم تشوفوا. نزيد الرولي في البابي فيلم ولا في البابي الومنيوم. تقدري تخليه غير في ورق الزبده ويشد عادي. ديريه في بلا، ديري عليه شويه ماء وديريه في الفور يطيب واحد نص ساعه ولا يطيب. كنا عارفين كل شيء هنايا ما عندوش الروح، الدجاج ولا الدانت اشي بالخف يطيب. وجيت هنايا الكوكوط تاعي واش حطيت 2 مرصوات صغار دجاج، حطيت شويه زيت شويه وحبه صغيره هنايا مرحيه بصل، وواحد 2 فلاق ثوم. ونبقى نقلي في داك الدجاج تاعي.
معذرة على الصوت، والله هاد المرة غير لا قريب ما بغات تطلقني. نزيدو هنايا شوية ملح، ما نكثروش الملح. الزيتون راني غليتو نحيت له الملح بصح انا نديرو غير نص مغرف صغيرة ما با تاع ملح. كيما راكم تشوفوا نبدا نزيد في لي زيبيس. ندير شوية راس الحانوت، شوية كركم، شوية فلفل كحل، حاجة قليلة قرفة، رشة برك خفيفة. نزيد شوية كمون. هادو هما لي زيبيس تاوعنا، ونبقاو نقلو في داك الدجاج تاعنا. لي زيبيس اللي درناهم في الشاورما اللي درناهم في الدان نديروهم هنايا في الفوق، وما نقووش، غير حاجه قليله كما راكم تشوفوا، رشه خفاف. ونقلو دوك القطع تاع الدجاج. لا ما عندكش الدجاج ديري كركاسه اللي نحيتي منها صدر الدجاج تقلي بها كذلك كما راكم تشوفوا. قلي داك الدجاج تاعك غير بشويه في هذاك السمن والزيت. درت تقريبا نص مغرف كبيره سمن، واحد زوج مغارف زيت، غيجينا الطاجين تاعنا يجي بنين. ما عندكش السمن ديري شويه مارغرين، وقلي مليح الدجاج تاعك كما راكم تشوفوا. زدت شويه معدنوس مقطع رقيق. اطباق الزيتون تتماشى بزاف مع المعدنوس. ونزيدو هنايا نجيبو 3 حبات زروديه نقوها ونقطعوها دوار. نزيدو الزيتون تاعنا اللي كان غلا نصفوه من الماء، ونزيدوه هنايا المقادير ونغطو ونديرو الماء، نمرقو بالماء، نغطو الطاجين تاعنا حتى يتغطى داك الزيتون بالماء. شوفوا هنايا هذوك الروليات طابو، نحيتهم من الفرن. تقدري تفوريهم لما بغيتيش ديريهم في الفرن، تفوريهم في القدره وكسكاس. كي طابوا لي دوك الروليات نجي نقليهم، ندير غير شويه زبده وشويه زيت في المقله ونحمرهم. تقدري ديري لهم يعني تغطسيهم في البيض، لكن هذيك غير زياده هكا ويجو غايب. ديري لهم شويه زبده قلت لك شويه زيت في المقله، وتقلي الروليات تاعك تحمريهم كامل الجوانب كيما راكم تشوفوا. راني نقلب فيهم على كامل الجهات حتى ياخذوا لي داك اللون الذهبي الشباب. نجيب هنا بابي ابسوربون نحطهم باش كي نقليهم نحطهم في البابي باش يروح منهم داك الزيت، يمص هذاك البابي يمص كامل الزيت الفائض فما تجيناش الاكله مدسمه. ونقطعهم كي يبردوا الروليات نقطعهم ونحط الطاجين تاعي تاع الزيتون كيما راكم تشوفوا، وندور كامل نستفهم بهذاك الرولي. الدجاج تبغي تحمريه تحمريه. وهنا نخليكم والسلام عليكم.